لو في ليلة الدخلة اكتشفت إنه زوجتك ما هي بكر، يعني أنت دافع مهر ومقدم على أساس إنه زوجتك بكر، جيت ليلة الدخلة اكتشفت إنه زوجتك ما هي بكر، إيش راح تسوي؟ هل راح تستر عليها وتقول عفى الله عما سلف، أو راح تفضحها قدام أهلها وتقول لهم رجعوا لي مهري، ما أبغى بنتكم لأسباب خاصة؟ قبل لا تجاوب اسمعوا القصة بعدين أعطوني إجاباتكم. هذا الشاب يقول أنا نفسي أتزوج وأعيش حياة زوجية مع شريكة حياة تصونني وتربي عيالي إلى نهاية العمر. يقول وكأنها البنت القدر ساقها إلي سوقا. كلمت أهلي يشوفوا لي بنت حلال كويسة، ما هي منفصلة، أخلاقها عالية جدا. سبحان الله، يقول قبل لا أخطب هذه البنت خطبت بنات مرة كثير، بسبب أو بدون سبب ما عجبوني. إلين في يوم من الأيام أمي قالت لي ترى حصلنا لك أخيرا بنت حلال مناسبة لك. يقولوا سبحان الله، من يوم ما يجيني خبر إنه البنت هذه مناسبة لك قلت لهم يلا. يقولوا نسقنا مع أهل البنت على أساس يوم الشوفة وسوينا الشوفة وسبحان الله والحمد لله، والبنت كانت كويسة وطيبة وارتحت لها مرة كثير. يقول عدى يوم الشوفة بشعور حلو، لأنه زي ما قلت لكم البنت هذه من يوم ما شفتها يوم الشوفة ارتحت لها بشكل مو طبيعي. يقولوا كلمنا أهل البنت شوفوا إيش طلباتكم إيش شروطكم، إحنا جاهزين وإحنا تحت أمركم. يقولوا في يوم من الأيام يجيني رقم غريب اتصال، ألو، أرد على هذا الرقم، من معايا أسمع أنا فلانة اللي جيت شفتها اليوم الفلاني، أنا خطيبتك. طيب أعملي؟ قالت لي ما أبغى منك شيء، لا أبغى لا مهر ولا شبكة ولا الأمور المعروفة في أيام الزواج. يقول له استغربت من هذه البنت. يقول كويس خيرة. يقول بس ممكن أهلي يطلبوا، بس أنا عن نفسي حكلم أهلي أقول لهم ما أبغى ولا أي شيء. يقول وأنا أساسا جيت اتقدمت لهذا البنت وأنا أساسا ماني جاهز، يعني في بالي إني حقعد سنة سنتين عبال ما أكون المهر والبيت والشبكة وإلى آخره. يقول وعدى الموضوع سريع بسرعة وسبحان الله وكان شيء مسخر ومهيأ لي. يقولوا فعلا صار الزفاف بأقل التكاليف، وجينا ودخلنا بيتنا وقفلنا على نفسنا الأبواب. هنا بدأت القصة. يقول لما تقفلت علينا الغرفة بدأت أجمل ليلة وصال، أجمل ليلة دخل يتمناها أي ولد وأي بنت. يقول البنت قامت غيرت ملابسها وصلت ركعتين، طولت في الصلاة إلين قلت البنت هذه صاير لها شيء. فجأة أسمعها تدعي تمتمات وتبكي في دعائها، اللي ماني فاهم تدعي ايش، بس في تمتمات وقاعدة تدعي وبتبكي. أقول يا الله لهالدرجة، يعني في بالي إن البنت مبسوطة من زمان تبغى تتزوج وتنستر. يقول المهم خلصت البنت صلاتها وجات وجلست جنبي والدموع في عيونها ما نشفت. تقول لي اسمع خلينا صارحك بحاجة. تقول لي خلينا صارحك بحاجة، أي بنت تتمنى هذه الليلة مع شريك حياتها. تقول قالت لي بالحرف داخل على الله ثم عليك، استرني ولا تفضحني، اللي قدامك مو بنت، أنا مو بكر. تقول لي قاعدة تتكلم وكل كلمة بتقولها في تنهيدة وبكاء. تقول لي أنا أهلي واثقين فيني وأنا الأولى في دفعتي، لكن شيء أنا مالي ذنب فيه، فعلا أنا ماني بكر والله سترني إلين جات هذه الليلة. تقول أنا كنت رافضة أساسا فكرة الزواج، وكل واحد يتقدم لي كنت أرفض بسبب إنه أنا ماني بكر وكنت خايفة مرة، لكن إصرار أمي وأمي كان نفسها تفرح فيني. صليت استخارة وقلت أي شاب أي أحد بعد كده حيتقدم لي أنا حوافق. تقول وأنا هي تتكلم البنت وأنا بحاول أستوعب ملامح وجهها ولا أستوعب قصتها ولا أستوعب إيش. تقول البنت بكت وكانت تقول استرني ولو على المهر اللي دفعته لك أنا مستعد أرجعه لك. تقول واخدتها في حضني وسبت الغرفة اللي احنا كنا قاعدين فيها وخرجت برا الصالة. يقول الواد أنا تأثرت بالبنت مرة كثير، تأثرت قلت يا الله، يعني البنت تكون مستورة طول هذه المدة ولما الموضوع يتعلق فيني أقوم أفضحها. يقول صليت ركعتين
ودعيت ربي وقلت يا رب إن كانت هذه البنت خيرا لي فسخرها لي، وإن كانت هذه البنت شرا لي فاصرفني عنها واسترها دائم. يقول هذه الليلة كنت أردد وأدعي يا رب أعطيني القوة إني أكتم سرها وأتجاوز عن ذنبها. يقولوا نمت وأنا كنت أدري إنه هي أساسا ما نامت من فضفضتها ومن اللي فيها. يقول وعدى اليوم الأول ما تكلمت في الموضوع، عدى اليوم الثاني والثالث، زرنا أهلها وأهلي زاروني، ما تكلمنا في أي موضوع. يقول عدت الأيام سريعة بدون ما أحسب لها حساب وبدون ما أتكلم. يقول لكن سبحان الله اكتشفت بعد مرور الأيام إنه البنت قمة في الأخلاق، بتصلي وتصوم وتقوم الليل، يعني ما شفت منها إلا الزوجة الصالحة. كنت أقول يا الله ما تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هنا جاني حديث مع النفس، يقول فعلا كلنا بنخطئ وكلنا فينا ذنوب وما حد معصوم من الخطأ. يقول لو كنت أب أو أخت وبنتي صار لها كذا أتمنى أنها تنستر فعلا. يقول الحمد لله قررنا أن نكمل حياتنا. يقول لنا الحين 4 سنين وإحنا عايشين ومبسوطين والحياة حلوة. يقول الحمد لله على نعمة هذه الزوجة الصالحة، وإلى هذا اليوم ما فتحت لها موضوع كيف صار وليش صار أبدا، أصلا نسيت الموضوع.